السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، كل الناس اللي بنحبهم واتمنى دايما يكونوا في افضل حال وفي كل خير ان شاء الله. لو مش مشترك في القناة يبقى لازم تشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد واحنا مكملين مع بعض. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع حظر اي قناة على اليوتيوب علشان نقدر نحافظ على طفلك وانا اقدر احافظ على طفلي وانت كمان تقدري تحافظي على طفلك. يلا بينا نروح ونشوف بسرعة عشان ما نطولش على بعض ونشوف ايه الشرح وهنقدر نعمل ايه في خطوتين اتنين بس عشان تريح دماغك وتفصل عن موضوع الفيديوهات اللي بتزعجك وبتزعج ابنك او طفلك دي، علشان كلنا بندي اطفالنا التليفونات كتير جدا. يلا بينا، هفتح كده التليفون بتاعي الجميل. فتحنا التليفون، هنيجي على تطبيق اليوتيوب. فتحنا التطبيق قدام حضرتك، ماشي. بعد ما نفتح التطبيق هتلاقي الصفحة الرئيسية. بص قدامك كده، ادي الصفحة الرئيسية اهي. حلو، دي الصفحة الرئيسية عندنا. بمجرد ما هفتح الصفحة الرئيسية، يعني مثلا وليكن ده ريلز شغال قدامك، هو ده الريلز مثلا بتاع الايس كريم ده. هندوس عليه كده، تمام. دوسنا عليه، هنيجي فوق خالص عند الثلاث نقط اللي موجودين فوق. هندوس على الثلاث نقط ونعمل عدم اقتراح القناة. دوسنا عليها، تمام. هتلاقيه بيقول لحضرتك فوق لن تقترح الفيديوهات من هذه القناه فيديوهات مره اخرى، تمام. بيقول لك عايز تتراجع اتراجع، مش عايز تتراجع خلاص يبقى انت كده تمام وايه، والموضوع ثابت عند اختيارك اللي انت عايزه، ماشي. دي بالنسبه لموضوع الريلزات. نيجي بقى نتكلم عن الفيديوهات. نيجي الصفحه الرئيسيه برضو ادي فيديو اهوت مثلا، هندوس عليه وهنيجي نقول له عدم اقتراح القناه. يبقى اصبح ان انت هتعمل حظر للقناه من على الريلز وتعمل لها حظر من على اليوتيوب او الفيديوهات نفسها. يعني هنعمل نقول عدم اقتراح. يبقى كده احنا قلنا تقدر تعمل حاجه تانية. تقدر تجيب هنا كده، هنفتح برضو اليوتيوب عادي، وتقدر تدوس على الثلاث نقط دول. مجرد ما هتدوس على الثلاث نقط هيفتح لك حاجه اسمها عدم الاقتراح القناه، وهتلاقي تحتها كلمه الابلاغ. لو دوسنا على الابلاغ طبعا كده هنقول المحتوى على حسب ما انت عايز تحدد المحتوى يعني. ودي كانت معلومه النهارده. كنتم مع اخوكم صالح مواطن في البلد. ولو حابب تتكلم عن حاجه معينه او عايز تسمع مني حاجه معينه او عايز تقول حاجه معينه، عيني ليك وسيب لي كومنت وانا تحت امرك في اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله.